مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم اليوم إلى دجاج مدفون. إن شاء الله ينال على إعجابكم. إن شاء الله الآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. معي هنا دجاج حبة متكاملة على أساس أوريكم شلون يتم لفها. ومعي هنا أيضا دجاج بس مقطع نصف دجاج، نصف على أساس يعطي كل واحد بحجمه. معي هنا القصدير الألمنيوم، مقاسات بالعدد نفسه. هذا مقاس للنصف وهذا مقاس للحبة. معي هنا فلفل أخضر، ومعي هنا بيبار فلفل حلو، وبالإضافة ممكن تضيف له طماطم شرائح مثل هذا، وممكن تضيف له بصل أيضا شرائح مثله. بس أنا أحببت اليوم أنه أطلع بنكهة البيبار مع الفلفل. معي هنا بهارات ميكس، هذه بهارات ميكس: فلفل حار مطحون، كركم، كمون، ملح، فلفل أسود، مرقة أجينوموتو. الخطوة اللي بعدها معي هنا بطاطا، عدد حبات الدجاج اللي موجودة. الحبة نعمل لها حبة متكاملة، بطاطا متكاملة، والنصف البطاطا نعمل لها لنصف الدجاج. الخطوة اللي بعدها نعمل عملية جمع للبهارات، نجمعها. ثم الخطوة اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ الخطوة الأولى بالنسبة للنصف الدجاج: بطاطا، رشة بهارات، ثم 3-4 فليفلات، ثم فلفل حلو، ثم نصف الدجاج. لاحظ، شوف، الآن نعمل له لف. طبعا إذا كان عندك لحمة وعندك دجاج، بإمكانك أنك تغير الدجاج، مثلا تعمله مبروم كذا، مبروم كذا. إذا كان معك دجاج ولحم، وإذا ممكن تميز اللحم بتلف الألمنيوم هذا كذا بشكل مربع، والدجاج يكون بشكل مستطيل مثل هذا، على أساس يميز لك وقت التصريف الطعام، يبين لك الدجاج من اللحم. الخطوة اللي بعدها الدجاج نعمل لها حبة بطاطا داخلها، أول شوية بهارات، ثم نضع الحبة البطاطا داخلها، ثم الخطوة اللي بعدها شوية فليفلة، بيبار، فلفل أخضر، يعطي نكهة ويعطي طعم متميز. الآن نعمل عملية رش البهارات. لاحظ شلون أقلب البطاطا، وضع لها الدجاجة، وضع لها البهارات. الآن نعمل لها لف. أصبحت جاهزة، وبالطريقة هذه يكون الكل بهذا الشكل، يعني النصف لوحده والدجاج الكاملة لوحدها. الخطوة اللي بعدها
الآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرجكم شلون نضعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن لاحظ وضعت مقدار 2 لتر مية مع قليل من البهارات على أساس تعطيه نكهة وطعم، بحيث له طريقة ثانية أيضا. أنا اليوم عملتها بالخطوة الأولى وبالطريقة الأولى هذه. ما الطريقة الثانية فهناك شبك عازل يوضع هنا ويصبح فوق، بحيث لما يكون معك الدجاج كله نصف دجاج يضع له واحد شبك. لكن اليوم معي دجاج كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ببدأ أضعه أسفل القدر كما تشاهد، لأنه يتحمل حتى لو دخل له قليل مية سال بيكون ما بتتحمل، يعني ما بتضرر الدجاجة. لكن لو نصف الدجاج بتصير بعدين مثل المسلوقة. في البداية وضعنا الحبة. الآن أضع النصف. الآن نعمل عملية تغطية. نصف الآن. نصف. الآن أشعلت تحتها النار تقريبا قبل 10 دقائق حتى انتفخ. لاحظ القصدير منتفخ، درجة الحرارة كما تشاهدها بالشكل هذا تقريبا لمدة ساعة. وبعدين بعد الساعة نقص الحرارة شوية. سيستمر على أساس يكون الوضع يعني مضمون من ساعة و45 دقيقة إلى ساعتين، يكون مضمون 100%، بحيث أنه تضمنه ناجح 100%. الخطوة اللي بعدها. متابعي الكرام، انتهت المدة اللي مقدارها 120 دقيقة أي ساعتين، والآن نشاهد النتائج. هذه الحبة ما شاء الله تبارك الله، هذه الحبة الدجاج كما تشاهدوها. سبحان الله العظيم. نعمل لها قلبة، نقلبها. ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله. يعني هذا الشكل، لكن الريحة عندنا والشكل عندكم. ننتقل إلى النصف. ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هذا النصف الدجاج، وهذه النتائج حقه، المخلفات الإضافيات. أما اللحمة ما شاء الله تبارك الله، الريحة بتهبل. متابعي الكرام، بعد أن شاهدت التجربة من البداية إلى النهاية، الآن هذه النهاية. على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله في مقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعته. شكرا لكم ولمتابعي الكرام على دعمكم ومتابعتكم. شاكرا لكم، على أمل أن ألتقي بكم. الله معكم.